السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لو ولادك طلبوا منك كنتاكي اوعي تنزلي تروحي هناك، ما احنا ثابتين على موقفنا ومستمرين على مبدأنا. تعالي نعمل كل الطبق ده في البيت ومش هيكلفنا حاجة غير هو يدوب تمن الفرخة بس. هنجيب الفرخة وهنعملها أحلى طبق كنتاكي دايب ومستوي ولونه ذهبي والقرمشة مفيش بعد كده. يلا بسرعة تعالى أقولك نعملها ازاي على 3 مراحل وهنطلع بالطبق الرهيب ده. بس قبل ما نبدأ تعالي نعمل الأول لايك للفيديو واشتراك في القناة عشان يوصلك كل جديد إن شاء الله. وتعالي نقول بسم الله الرحمن الرحيم. الافضل في الكنتاكي ان انت تستعملي فيها وراك، بتبقى حلوه قوي وما بتاخدش تسويه. لكن لو زي حالاتي كده في عندك ولاد ما بياكلوش اللي وراك، يبقى بقى سلمي امرك لله وهاتي فرخه كامله وتعالى اقول لك هنعملها ازاي. هنجيبها ونقطعها 8 قطع ونعمل فيها فتحات لحد ما نوصل للعظمه. ايوه، اضغطي بالسكينه كويس قوي بس خلي بالك على ايديكي عشان ما تدعيش عليا. هنعمل الفتحات لحد ما نوصل للعظمه ونشوف العظمه كده بعينينا. ده ليه بقى؟ عشان التتبيله والمحلول النقع اللي احنا هنعمله الفرخه فيه يوصل لحد جوه، وبالتالي نضمن ان شاء الله ما فيش فيها اي دم ولا فيها اي حاجه ولا فيها حتى زفاره. فعملنا كل الفتحات في كل ال8 قطع بتوع الفراخ وبقت كده جاهزه. المرحله الاولى بقى هنبدا بمحلول النقع. يعني ايه؟ يعني هننقع الفراخ دي 6 ساعات في ميه بتلج، ميه ساقعه جدا بتلج. هنعصر فيها ليمونه، هنحط ورق لورا، معلقه سكر، وهنحط كمان شوية بقى بهارات. ما تقلقيش انا هسيب لك كل ده في الديسكريبشن تحت. هنحط فلفل اسود ويفضل انه يكون حصى، جنزبيل عشان الجنزبيل بيشيل الزفارة بتاعة الفراخ، هنحط ملح، هنحط كمان كوبيبة صيني لو عندك، هنحط بهارات فراخ، هنحط كمان معلقة خل. كل الحاجات دي طيب ليه بقى محلول النقع ده؟ عشان بيطر الأنسجة بتاعة الفراخ وكمان بتشيل أي زفارة في الفراخ، ولو في أي ريشة زيادة أو حاجة في الفراخ بتنزل في المية دي. هنسيبها قد إيه؟ زي ما قلت لك أقل حاجة 6 ساعات، ويفضل كده ان انت تعمليها مثلا العصر وبعدين تيجي بالليل تعملي الخطوة التانية وتسيبيها طبعا في التلاجة. المرحلة التانية ما احنا قلنا هنعملهم ب3 مراحل. المرحلة التانية بقى هي مرحلة التتبيل. هنحط علبة زبادي أو كوباية لبن اللي متوفر عندك مفيش مشكلة، وهنحط كمان مية بتلج، ويفضل ان برضو يكون فيها تلج، يعني مية ساقعة وفيها تلج. هنحط بقى دقيق، والدقيق على حسب الكمية، يعني هتحطي فرخة كاملة حطي حوالي 4 معالق دقيق. توم باودر، بصل باودر، وبرضو ما تقلقيش هسيبلك كل الكلام ده تحت. هنحط بابريكا بس ما يكونش كتير لان البابريكا بتسمر الفراخ شوية بتغمقها. هنحط برضو جنزبيل عشان الزفارة، وطبعا ملح وفلفل اساسي. هنحط برضو عصرة ليمونة كاملة ومعلقة خل. هنقلب بقى كل المكونات دي كده مع بعضها نخلطها كويس قوي. هنا حطيت بهارات فراخ او تقدري تحطي ال7 بهارات زي ما انت عاوزة. في الوقت ده بقى بنطلع الفراخ من التلاجة ونبدأ نشيلها من محلول النقع، نحطها في طبق وننشفها كويس. الخطوة دي برضو مهمة قوي ان احنا لازم ننشفها من المية اللي كانت فيها دي عشان الزفارة بتاعت الفراخ، لان لو حطيناها بالمية بتاعتها تبلناها وهي فيها المية برضو بتدي ريحة مش كويسة للفراخ. بعد ما نشفناها كويس هنبدأ نغطسها كويس جوه التتبيله. ودي برضو نقطه مهمه ان انت لازم تدخلي التتبيله في كل الفتحات اللي احنا عملناها في الفراخ، فانت تتاكدي واحده واحده ما تحطهمش كلهم مره واحده. قطعة من الفراخ نشيلها ونحطها جوه التتبيلة بحيث ان التتبيلة تكون مغطية القطعة كلها. ولو بتعملي فرخة كاملة يفضل ان انت تحطي القطعة بتاعة الصدر تحت والورك او الدبابيس فوق، لان قطعة الصدر دي بتبقى اكتر منطقة مليانة لحم وبالتالي بتاخد تشرب من التتبيلة اكتر. وبرضو بتسيبيها في التلاجة، يفضل انك بتسيبيها ليلة كاملة، يعني تتبليها بالليل وتقومي الصبح تعمليها او تعمليها على الغداء. وكل شويه كده وانت رايحه جايه على التلاجة يفضل ان انت برضو تقلبيها 2 3 وهي في التلاجة. كده يبقى خلصنا مرحله النقع ومرحله التتبيل. نيجي بقى للمرحله الثالثه اللي هي الكفر. احنا بنعمل ايه؟ طبق فيه ميه بتلج وعليه كوبايه ميه بارده. ده الطبق الاول. الطبق التاني بنبدا نحط فيه دقيق
وبنحط فيه كمان برضو دي على حسب كمية بتعملي فرخة او بتعملي نص، بتعملي فرختين زي ما انتي بتحطي. وطبقة القرمشة بقى طبعا لا غنى عن النشا، لازم نحط نشا عشان هو ده اللي بيدي القرمشة. وما ننساش طبعا شوية ملح. بعد كده بقى بناخد اللون من ايه؟ من البقسماط. بنجيب بقسماط ناعم من عند العطار، وفي بقسماط على فكرة بيبقى لونه فاتح، وفي بقسماط لونه اصفر. فانت لو يفضل ان انت تجيبي البقسماط الاصفر ده عشان يدينا درجة اللون الذهبي في الفراخ. ما لقيتيش البقسماط ده او مش عندك، ممكن تحطي دقيق ذرة. في بقى هنا خطوة تركة مهمة قوي، ان انتي بتحطي على الخليط الناشف ده 3 أو 4 معالق من المية الباردة اللي في الطبق التاني، وتقلبيها كده. بتحسي ان الدقيق بقى عامل زي حاجة مفرولة، مش عجينة، هو لسه ناشف بس مفرول شوية. هي بقى دي اللي بتدي مش القرمشة، بتدي الشكل المقرمش والطبقة الطبقة الكفر الجميل اللي احنا بندور عليه. هنحط بقى من الدقيق للمية الباردة، وبنرجع تاني للدقيق، وبعدين نرجع للمية الباردة تاني. بنروح ونيجي كده 5 مرات أو 4 مرات. كل ما نروح ونيجي ننفض القطعة كويس، وده بقى بيديها الكفر والسماكة بتاعة الكفر الحلو، وبرضو التضاريس الحلوة دي اللي طالعة ونازلة دي في طبقة القرمشة. ده خطوة مهمة جدا. اعمليه كله، وبعدين افرديه على صينية، ما تحطوهوش على بعضه، افرديها على صينية بحيث ان الفراخ ما تبقاش فوق بعضها. وبعدها بعد ما بتخلصي الكمية كلها بتروحي سايباه في التلاجة. يفضل يعني انك تسيبيه ساعة في الفريزر، وممكن تقليه على طول بعدها، لكن الافضل انك تسيبيه في الفريزر لمدة ساعة عشان الكفر ده يمسك في الفراخ وما يفصلش منك وانتي بتقليها. وانا عملت معاكي دلوقتي كذا قطعة عشان تشوفي برضو ان احنا بنبدأ في طبقة الكفر، وبعدين على المية نرجع للكفر، وبعدين نروح للمية تاني، واخر طبقة اللي هي الكفر. يعني بنبدأ بيه وبننتهي بيه عشان تلاقي برضو نفس الحاجات المكرمشة دي الموجودة على الفراخ اللي احنا بتعجبنا وبندور عليها. بعد ما خلصناه بقى كله، خلصنا كل الكمية وحطيناها على الصينية وحطيناها في الفريزر ساعة أو قليناها على طول. تعالي بقى نشوف الخطوة اللي بعد كده، مرحلة القلي. تقدري تعمليه في اير فراير، ترشيها بزيت وتحطيها في اير فراير ترصيها، أو انك تقليها في الزيت. بس هو الأفضل ان هو يتقلي في الزيت عشان يبقى نفس القوام ونفس الشكل واللون بتاع بره اللي احنا بنشتريه من بره. الزيت لازم يكون سخن قوي، وبتحطيه في حلة أو في حاجة عميقة كده عشان يبقى الزيت كتير. أول 7 دقايق بتغطيه ويكون النار عالية عليه. بعدها بتروحي مهدية النار وشايلة الغطا عشان ما يطرش معاكي القرمشة، بتبقاش طرية، تبقى ناشفة. بعدها بقى بعد 7 دقايق دول بتسيبيه على نار هادية ربع ساعة، وبتفضلي بقى كده تقلبيه شوية كل شوية على جهة كده عشان يستوي من فوق ومن تحت. بتعملي كده وما تكتريش برضو في الزيت عشان ما يلزقش في بعضه وما يبقاش طري، والقرمشة نفسها ما تنزلش من القطع. دلوقتي اهو شايفة لونه بقى عامل ازاي ذهبي، سامعة القرمشة جميلة جدا زي بالظبط ما اللي بنجيبها من بره. بتطلعيها بقى على شبكة او بتطلعيه على ورق، ويفضل ان الشبكة عشان برضو تفضل القرمشة زي ما هي وتفضل ناشفة. وخلصنا الكمية كلها وعملنا الكنتاكي في البيت، ولا احتاجنا نخرج ولا احتاجنا نروح في حتة. ما احنا قايلين ان احنا ثابتين على موقفنا ومستمرين على مبدأنا ان شاء الله. عملناه في البيت بلون ذهبي جميل، نفس القرمشة، سامعة معايا القرمشة. ودلوقتي بقى لو عجبتك القرمشة وعجبك الكنتاكي، ما تنسيش تعملي لايك للفيديو واشتراك في القناة عشان يوصل لك كل جديد ان شاء الله. وألف هنا على قلبكم.